أنا دلوقتي الزمالك ده كيان جوّه الدولة، الزمالك ده مش مستثمر، ده الزمالك ده قطاع من قطاع الدولة، حاجة جوّه الدولة المصرية، زيه زي الأهرامات، زي وزارة الخارجية، زي وزارة الشباب والرياضة، زيه زي أي قطاع في الدولة. في تقصير عنده، أنا كوزير أقعد مع المسؤولين وأقول لهم ناقصكم إيه؟ ناقصنا 1، 2، 3. طب أنا هاساعدكم، لكن أنا مش كوزير إن أنا أدبح. وبعدين جاي على الزمالك، الزمالك اللي هو بيشرّف مصر، الزمالك اللي مدّي المنتخبات كلّها لعيبته، اللي عمره ما بخل على الدولة المصرية بأي لاعب، الزمالك اللي واقف مع سيادة الريس في كل شيء، وبندعّم سيادة الريس عبد الفتاح السيسي في كل شيء. إحنا لا لينا حد إخواني هارب برّه بيتكلّم بلساننا، ولا بنسمع كلام حد برّه، إحنا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو سيادة الوزير زعلان إن إحنا مع الرئيس؟ بيعاندنا؟ وبعدين ده قرار سيادي من سيادة الرئيس، إزاي أنت تغيّره؟ بأي حق؟ كوزير، أنت كوزير تساعدني، كوزير تشوف مشكلتي إيه وتحلها لي، مش وزير تيجي تدبحني وتقتلني وتقتل نُص الشعب المصري وتزعّله وتنيّمه زعلان. لأ يا فندم، ده حضرتك المفروض تكون الطبيب لينا، الدواء لينا، أنت تشوف المشكلة عندنا إيه وتحلها لنا. لكن مش تشوف إحنا عندنا مشكلة، تفضل ساكت، 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 والمشكلة تكبر، وبعدين تروح أنت جاي تاخد الأرض.